كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عملنا كباب. الكباب ده بنعمله مدور كده زي قرص الطعمية كده بس كبير شوية. الكباب ده عبارة عن ايه بقى؟ طبعا دي الأكلة الرسمية أو الراعي الرسمي للمهرجان المصري في الفلاحين. عبارة عن كيلو رز، ربع كيلو لحمة مفرومة. حط اللحمة زي ما انت عايزة، بس أهم حاجة الرز يعني. طبعا انا قليت بصلايه هنا اهي وعملت الطماطم صلصه، وهنا الشوربه ولحمه اهو. ده فطار يا جماعه، ده فطار الصبح من عيد الصبح على فكره. ها بس طبعا الاكل ده انا بعمله من قبلها بالليل. هنا عملت الصلصه اهي، بصل وطماطم وبهارات وفلفل اسود. هنا بقى الكباب اهو. طبعا بزود التخديعه بعد ما بتسبك شوربه ميه، وبحط لها الملح بتاعها والفلفل الاسود وبسقط فيها بقى ايه زي ما انتم شايفين عشان الميه ما تلسعش. ماما الميه بعيد عشان الشوربه ما تطش عليك. بالرص واحده بيقول بقى، لي ماما بالرص واحده هتص غلاسه عليا كل مونتاج. والصينيه التانية اهي. بصوا عايزه اقول لكم بس ان هو ريحته كفايه بصراحه يعني. طبعا في ناس كتير ما تعرفش الاكله دي، ما انا قلت بعيد بس الاكله دي الراعي الرسمي للفلاحين لما بيبقى مش عندهم ذبيحه. الصورة طلعت الناس اللي عندها ذبيحه عليا. طبعا بتبقى خابزه عيش طري كنت وبيذبحوا الذبيحه بتفرج وعلى طول الصورة الكبده هي على اللي واحده جت بتبقى عليا. واقفه مخصوص للكبده بس تسوي وتاكل. ده بيبقى الفطار عند الذبحين. اما بالنسبه بقى للي مش ذبحين زي حالتنا كده، فالكباب واللحمه والشوربه. وطبعا انا كنت داسه برام. وكل سنه وانتم طيبين، ويا ريت لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل ما هو جديد. هنا طبعا هي قربت تطيب او بالفعل طابت يعني، فانا طلعت واحده كده استكشفها. اقسم بالله تحفه تحفه. تحفة. طبعا اخينا ده اكله 2 من على النار كده. عمال كده. طبعا بالنسبه لي انا بحبها ايه متحمره. بطلعها اصفيها في مصفى كويس يعني، اطلعها كده في مصفى واسيب الزيت يقدح وبعدين ايه احمر. بس طبعا لان انا كنت هحمر كميه صغيره اهو حجم الحله ده. حلوه يا السمك. ايوه طعمها حلو يا شيخ والله. هنا بقى هنطلع عشان نحمر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العظمه؟ طبعا الشوربه دي بتتشرب برضو مع الاكل مش بتترمي يعني. وبنعمل كميه رز قليله، بس انا طبعا بما ان الرز هيبقى النهارده وبكره فعملت براك. انا مش هحمر غير 4 بس تمام. وطلعتهم في الطبق، ويا ريتني صفيتهم في المصفى، يا ريتني. بس والله بجد بامانه طعم خطير 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 خطير. بس زي ما قلت لكم الاكله دي. اهدى بقى يا بابا. الاكل حلو خالص. ماشي، الاكل طعمه حلو يعني بألف هنا. وشاهد من الاكل. طبعا هنا بنقدح الزيت اهو ونستنى وننزل باول. بامانه يا ريتني صحيتها في النص جامد. لزقت الطبقه اللي هي اتحمرت لزقت في الطاسه وطلعتها في الشوربه دلوقتي. هي كانت حلوه وناشفه وطريقتها مخلصه بس ما عجبتنيش. عايزاها حلوه زي بعضها. بس يعني رمت. وهنا بقى طبعا اللحمه اهي زي ما قلت لكم. بصوا طروفها مقرمشه وحلوه اهي، بس اللي اتعملت في الطاسه. كوبايه العصير بتاعتي. وهنا بقى تحت انت شربت. وهنا البرام انا ما شاء الله. ماشي. وده كان فطار يوم العيد الصبح. متخيلين؟ كل سنه وانتم طيبين.